السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة سارة. رايحين تشوفوا معايا كيفية تحضير نوع من انواع البريوش. البريوش اللي حنحضر اليوم يجي زي البريوش اللي يتباع برا. شوفوا معايا الطريقة للاخير. الا عجبتكم ديروا لايك وشاركوا في القناة، ولا كنتم مشاركين فعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. الان شوفوا معايا الطريقة والمقادير. انا هنا عندي 850 غرام فرينة او ما يعادل 6 كيسان، كيما الكيسان تاعي تاع الماء اللي يهزو 250 مليلتر. عندي مغرف كبيره تاع الخميره، عندي نص مغرف صغيره تاع الملح، عندي مغرف كبيره تاع الحليب غبره، هنا عندي زوج كيسان ما دافي، عندي بيضه وبياض بيضه، الصفار خليته ندهن به من الفوق، عندي كاس سكر و100 غرام زبده. هنا الزبده البنات حبيت نقول للبنات اللي عايشين هنا في فرنسا، الزبده اللي نستعملها هي الزبده هذه تاع ليدل، يعني نوعيه مليحه تجي مليحه وماهيش غاليه بزاف. ولا نستعمل ثاني هذه تاع اوشون، هذه ثاني مش غاليه. وكاينه بريزيدون هي النوع ثاني مليح، هذه نستعملهم ما في التوريق. انا ما عنديش زبده نستعملها للتوريق، نستعمل ديما نفس الزبده لكل تسمى الوحايد تاعي. بالنسبه للبنات اللي في البلاد تقدروا تستعملوا الزبده كما تقدروا تستعملوا المارغرين لابيل، هي نوع مليح من لي مارغرين تاع البلاد. هنا بديت حطيت الفرينه في الروبو تاعي. هنا نضيف الخميره، قلت مغرف كبيره خميره، نص مغرف صغيره ملح نضيفها، نضيف الحليب بودره. الحليب بودره اختياري، تحبي تحطيه تحبي تستغني عليه. عندي كاس تاع السكر، وعندي بيضه وبياض بيضه. والكميه اللي درت اليوم انا كميه تجي شويه كميه كبيره، نتوما لكن حبيتوا اقل اقسموا كلش على النص تيجيكم الكميه اقل. انا نبدا نحرك نعجن فيه ونضيف الماء انا قلت زوج كيسان. العجينه تاعنا تاع البريوش اليوم تيجي كما نقولوا تجي جاريه، تجي تسمى تلصق في اليدين وتلصق. علاه تلصق؟ لانها كل ما تكون جاريه يجي البريوش تاعنا خفيف. نتوما حط زوج كيسان كاملين وكملوا اعجنوها. بعد ما تتعجن شوفوا هنا بعد ما تعجنت نبداو نضيفوا في الزبده تاعنا. الزبده تكون بوماد نضيفوها ونزيدو نخليوها تتعجن حتى الزبده هذيك تدخل في لاباط. هنا بعد ما كلش تخلط تعجنت لاباط مليح. شوفوا معايا كيفاه تجي سائله. هنا رانا ما نقدروش نستعملوها بيدينا، انا درك نلمها نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما يتضاعف الحجم تاعها شوفوا معايا هنا طلعت. هنا نهبطها درك شوفوا معايا كيف تضاعف الحجم. هنا درك نهبط نحي تسمى نحي الهواء اللي فيها. وهنا تاني تجيني صعيبه باه نستعملها. انا البنات ننصحكم تحطوها مثلا في حاجه مبسطه في بلاطو ولا لكن حبيتوا تخليوها هكا وتدخلوها للفريجيدير باه شويه تحكم روحها، ونقدروا من بعديك نشكلوها كما راح نديروها. نحطوها شويه في الفريجيدير باه الزبده هذيك شويه تدير، باه العجينه شويه تتماسك نعودوا نقدروا نستعملوها. شوفوا معايا كيف ولات درك تشوفوها هي مازال جاريه. نرشوا الطاوله تاعنا بالفرينه شوفوا معايا، لكن الحقيقه باينه بلي معجونه مليح، باينه بلي طريه البريوش تاعها. العجينه تجي ليس بعد البريوش تاعها يجي مليح. كما قلت لكم من قبل البنات الكميه تاعي تاع اليوم راهي كميه كبيره. راني استعملنا تقريبا كيلو فرينه مش كيلو، 850 غرام. هنا تحطي الفرينه
وتحاولي كيفاه جوست ديريها باه تقصيها درك، متكتروش الفرينه بزاف بزاف، المهم باه تقدروا تتحكموا فيها. انا هنا نقصها ونبدا نلوز فيها. انا اليوم درتها بريوش كيما تاع اللي نديروه كيما اللي نشريوهم برا، جوست مدور برك. هنا باه نلوزها درت شويه زيت في يديا، عندي بلاطو حطيت فيه ورق الزبده ونحط نلوز ونحط حتى نكمل الكميه تاعي كامله. ما نديروهمش كبار وما نديروهمش صغار خلاص. بعد ما نلوزهم نزيدو نخليوهم حتى يزيدوا يطلعوا، يزيدوا يتخمروا تما يطلعوا. بعد ما طلعوا لي ندهنهم بالعظام بالبيض. وانا اليوم حبيت نحط فوقهم جوج تحبي تحطي السكر تقدري كيما تحبي. انا نكون سخنت الفرن تاعي على درجه حراره 200 درجه ونحطهم في الفرن. هذا هو الشكل النهائي تاعهم بعد ما جبتهم في الفرن. شوفوا معي بعد ما طابوا. وهادو هما درك لي بغيوش بعد ما طابوا وبردوا. شوفوا معي كيفاه يجيو، الحقيقه يجيو خفاف بزاف بزاف بزاف. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم البنات، جربوها واكتبوا لي تعليقاتكم وسلام.